عاملين ايه يا جدعان؟ بيتر كله تحقيق جديد. فيديو النهارده اكتشاف مواهب مدفونه، يعني يا رب تفضل مدفونه. ناس كتير على التيك توك حاولوا يبقوا ممثلين بكل الطرق بس ما عرفوش. مفيش غير اتنين بس اللي عرفوا يكسبوا الباتشينو وماسيو ماكوني في التمثيل، عبد الرحمن الدسوقي ويوسف الدسوقي. هنشوف لهم كام عمل مع بعض دلوقتي، وهوريكم ان ازاي الاوسكار بتطبخ على نار هاديه. كده ذنبي أزم، مش هتيجي تصلي معايا ولا ايه؟ لا انا معايا فلوس كتير، مش محتاج اصلي. لو انت احتجت حاجه قول لي. اول مشهد معانا ان يوسف داخل على مصطفى وهو لابس جلابيه وماسك مصحف، وطبعا ده اساسي، يعني لو لابس ترنج ما ينفعش تنصح، وكمان الناس مش هتوصله البصه دي، يعني ده انت شرير فشخ. انت ازاي الفلوس الكتيره سودت قلبك ونسيت عباده ربنا؟ بس لازم تفتكر ان الله يمهل ولا يوم، يمهل ولا يوم. ايه ده؟ الرمله دي اين املاكك الان؟ وفين فلوس؟ يكون يا ابني والله جيب لي حد من ممثلين هوليوود ابنه يعرف يضحك نفس الضحكه اللي ضحكها يوسف ديت، يعني غير الجوكر. انت كنت تحب المال وتكره العباده، الان لا تعال معايا الى الجحيم. لا تعال معايا الى الجحيم. تعال ازاي يعني؟ هو ايه اللي تعال معايا يا جو؟ وكمان هو ليه مصطفى ماسك هدومه كده كانك بتقول له تعال معايا على السرير؟ ايه ده يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ كل ما اذاكر حاجه بنساها. لكل طلبه ثانويه عامه، اول ما تلاقي نفسك ضايع ومراكن خد المنهج وانزل تحت الدش وذاكر. اما انا تعبت قاعد بذاكر من الصبح وجيت احل في الاخر ما عرفتش. طب ولما تعمل في نفسك كده تفتكر ده الحل؟ ايوه ده الحل. طب وما جاش في دماغك ان السبب انك انت ما بتصليش؟ اه بقى افرض كان بيصلي. في ناس كده دايما لما يجوا ينصحوا حد بيقولوا له انت صليت؟ انت صليت؟ اكيد لا، عشان كده ربنا مش موفقك. عادي اصلا انا ممكن اكون بصلي والدنيا بايظه معايا يعني، واخد المنهج تحت الدش. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني مجرد انك تصلي وتدعي ربنا هو معاك. بصوا يا جدعان، بصوا طريقه النصيحه، مش اي حد ينصح والله. لازم تعمل وش ده وانت بتتكلم كده عشان اللي قدامك يتقبل النصيحه. لازم كده البشاشه كده والابتسامه الخفيفه دي على وشك، فاهم؟ ده اللي يفرق بقى دسوقي عن اي ممثل تاني على التيك توك. الحمد لله يا رب قفلت. طب الحمد لله ايه، ما نسيتش اللي ذاكرته؟ بص يا صح انا كنت ناسي، اول ما الورقه نزلت وقلت الدعاء افتكرت كله. هو في فعلا ناس بتتاثر يا جدعان بالمحتوى ده، يعني بطلوا يستعموا بالكتاب مثلا ويذاكروا فعلا. كده الحمد لله كله نايم. انا بعمل ايه في نفسي؟ انا لازم افوق من القرف ده. ايه يا جو اللي بتعمله في نفسك؟ انت قفلت الاوضه عليك بس عادي يعني. انا مش فاهم هو قصده ايه، انا عايز حد يفهمني. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. مالك حبيبي زعلان من ايه؟ مالك يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ واضح عليك كده، واضح عليك انك بتضرب عشان كتير. حاسك من ساعه ما دخلت المسجد كده وانت منهم. في واحد كاتب له في الكومنتات اوكي ما اغتسلت، والايموجي اللي بيضحك بالجنب ده مش العادي. انا في ذنب كل ما ببعد عنه برجع له تاني، وانا حاسس ان ربنا مش بيحبني عشان كده بيرجعني ليه. إحساسك بالندم في حد ذاته علامة إن ربنا بيحبك. ما نفس الرياكشنات بتاعت سمام على وجوههم دي. كمان مش لازم عشان ابان ان انا ندمان على الذنب اللي بنعمله اتكلم كده، يعني ممكن اكلم الشيخ عادي واقول له يا شيخ انا بقفل على نفسي الاوضه وحاسس ان انا مش عارف ابطل الذنب. مش لازم بقى نحط عيني في الارض كده ونقول له حاسس ده يا شيخ، حاسس ده بيجيش مني يا شيخ. خد الفلوس دي خليها معاك، هات بيها حاجه حلوه. يوسف تعال. ازيك يا مستر؟ هو صح اخبار النتيجه ايه؟ ما انا مناديك ليه يا ابني؟ طمني بالله عليك. انت نتيجتك طلعت وجبت امتياز في كل المواد. بجد والله؟ والله. كلاكيت تاني مره لكل طلبه ثانويه عامه، خف عشان تنجح، عشان المستر بتاعك ينادي عليك ويقول لك انت نجحت. كفايه بقى افلام مصارعه روماني. اوف اوف. نظري راح من كتر الفرجة على افلام المصارعة الرومانية، بس انا مبسوط. شيخ يا شيخ، انا شكلي كده ربنا تقبل توبتي، رزقني بخير كتير، بس ازاي سامحني وانا المفروض مزعله؟ مبروك كده ربنا تقبل توبتك. مش أنا قلت لك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ مبروك يا ابني. روح بقى يا ابني لبلاد الروم، هتلاقي واحد ضعيف انصره يا ابني وربنا هيتقبل توبتك اكتر. ولو ملاحظين يا جدعان ان اي حد بيمثل على التيك توك واخد موضوع التمثيل دوت كانه حفظ، يعني لو زعلان هيبص لتحت كده ويلعب بشفايفه، ولو صاحبه خانه مثلا هيعمل زي حمو هاب. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ يا لهوي يا بنتي. انما بقى لو عايز مصلحتك فانا هكلمك بالطريقه دي. ماشي يا باشا اتفضل. ماشي شكرا. استغفر الله العظيم يا رب اللي جه في وقع مني. ماشي يا باشا اجيب لك ايه؟ واحد فول واتنين مسقعه. انا ما كانش معايا غير 10 جنيه دي اكل بيها وانا كنت جعان. ايه ده السندوتش وقع؟
لا حول ولا قوه الا بالله، مش معايا فلوس نجيب تاني بقى. انت واقف ليه يا ابني؟ ما تمشي بقى خلاص، سندوتش وقع. انت واقف مستني، ما عارفين انك بلاش من الراجل سندوتش تاني. يا كابتن نعم. ما تاخد لك سندوتش تاني بدل اللي وقع ده. لا خلاص بقى انا شبعت. ماشي يا باشا، اتفضل الاوردر بتاعك. عمر عايزني في حاجه؟ يا اسطى ما قالكش؟ انت قلت له شبعت، اتلكك عشان يديك سندوتش تاني. بص بقى يا شاب يا محترم يا جميل، السندوتش ده بدل الرغيف اللي وقع. انت عارف انا لو مش جعان ما كنتش اخدته. والله اصلا انت لو كنت قلت له انا عايز سندوتش تاني لله كان هيبقى احسن يعني، وشكلك هيبقى احسن بكتير من كده. انت زي اخويا الصغير عندنا زيك. يلا يا فتاح يا عليم رزاق يا كريم. ايوه بقى فتح علينا رزاق كريم. ايوه بقى لو مخرج كده عايز واحد في دور شعبي ولا حاجه، فتح علينا رزاق كريم. صباح الفل يا محمد. عنك يا حاج، عنك يا حاج. الله يبارك لك يا ابني، الله يخليك يا حبيبي. ايدك الله ايدك يبارك حاج. لك، الله يبارك لك يا عادي يا حاج، بكره هبقى زيك وهستنى حد يساعدني. عادي يا حاج، بكره هبقى ليه الحيله زيك كده. بكره هبقى ضعيف ومحتاج لحد يسندني، هبقى معاق ما بعرفش اساعد نفسي زيك كده يا حاج. انت معايا هدعي لك دعوه مختلفه يا ابني. ايه يا حاج؟ ربنا يخلي لك والديك اللي ربوك. ما كريتيف فشخ يا حاج بصراحه. أنا عمري ما سمعت حد بيدعي الدعاء ده. المكنه بطلت. طب وبعدين طيب؟ لا اله الا الله. طب وبعدين طيب؟ اي حد يساعدني في المخروبه دي بنزين. المكنه كهرباء اصلا مش عايزه بنزين. انا مش بهاجمكم والله، بس يعني انا لو بعمل حاجه غلط وشفت ليكم فيديو بتتكلموا عنه انا هتشجع اقوم اعمله تاني. اعملوا حاجه مفيده بقى، بطلوا هبل. اعملوا فيديو رياكت وعالوا بقى. لا بهزر والله يعني. ربنا يوفقكم، كملوا يا رب اشوفكم في هوليو. باشا الفلوس وقعت منك يا باشا. شكرا يا باشا، ربنا يخليك والله. تسلم يا رب، ربنا يخليك. الحمد لله والله، الخير اللي انا عملته ترد لي اضعافه، كما تدين تدان. لاقي عليهم كل الادوار يا جدعان. بس خلي بالك يوسف، انت اخوك حاطط عليه. عبده اثبت لي بعد الدور بتاع الغني دوت انه ما ينفعش يقبل باي دور اقل من 5 مليون جنيه زيمبابوي. لا انا معايا فلوس كتير، مش محتاج اصلي. لو انت احتجت حاجه قول لي. فشد حيلك كده يا جو. بس كده يا جدعان نكون قفلنا القضيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفولو على الانستا والتيك توك، هسيب لكم اللينك تحت. وبس كده، معاكم في القضيه الجايه يا رجاله. لا أنا معايا فلوس كتير، مش محتاج أصلي. لو أنت احتجت حاجة قول.